مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب كلكم زينين. واليوم جيتكم بفيديو جديد وخلطة تبييض الايدين او الجسم اذا اكو اماكن يعني بها اسمرار وحابين تبيضوها، تقدرون تستخدمون هاي الخلطة. إلها فوائد كلش حلوة، وهي الخلطة عبارة عن بيكربونات الصوديوم او السودة، ومتوفرة وموجودة بكل يعني بالصيدليات او عند العطارين، ونص ليمونة. طبعا هاي الخلطة تقدرون تستخدموها للجسم وللإيد، بس للوجه أبد لا تستخدموها، لأن هاي الخلطة متوالم بشرة الوجه، لأن البشرة الوجه تكون حساسة، ففقط للجسم وللإيد. وتقدرون تستخدموها من مرة إلى مرتين بالأسبوع، بس أهم شي من تخلوها على المنطقة اللي تريدون تبيضوها، الإيد أو الجسم، لازم ما تتعرضون للشمس نهائي. تخلوها مثل ما قلت لكم حسب فراغكم. تقريبا هسه راح اخذ ملعقة من بيكربونات الصوديوم. طبعا تقدرون انتم تضاعفون الكمية حسب احتياجكم. انا حاخذ شوية، يعني سويت نموذج على قد ايدي. وراح اخذ ملعقتين من عصير الليمون. طبعا مهمات لازم تستخدمون هاي الخلطة مثل هسه تشوفوها، ماكو هاي الفقاعات، هي الشغل بيها، فقبل لازم تشيلوها وتخلوها على بشرتكم، من هيك تصير تتفاعل ويا الليمون. تخلوها على ايديكم او على اي منطقة حابين انتو تبيضوها بهاي الطريقة لمدة 10 دقائق، وبالذات على الاماكن اللي بيها اسمرار مثل هاي مفاصل الايد، الاصابع. تخلوها 10 دقائق، ووراها تغسلون ايديكم بالمي والصابون، وتقدرون تستخدمون اي مرطب انتو يعني متعلمين عليه يعني تستخدمون. وبعد هسه خليتها بهاي الطريقة. طبعا صدقوني انا صار مرتين استخدمها، شفت فوائد كلش حلوة، رهيبة رهيبة هاي الخلطة، وان شاء الله يا رب تستفادون من عندها انتو هماتينا. بس اهم شي ما تعرضون بشرتكم للشمس نهائي، بالذات احنا جاينا يعني صيف، اذا حابين تستمرون يعني بيها فحاولوا تكونون بالبيت من تخلوها للخلطة، يعني ما عندكم طلعة، وحشوفون نتائج كلش حلوة صدقوني. واتمنى اللي تستخدمها تكتب لي بالتعليقات شنو النتائج اللي حصلت عليها، واتمنى تستفادون من عندها. طبعا تقدروا مثل ما قلت لكم تخلوها 10 دقائق ومرتين بالاسبوع او مرة او حسب الفراغ. بس اهم شي ما تخلوها على وجهكم. واتمنى فيديو اليوم يعجبكم، واذا عجبكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس حتى يجيكم كل شي جديد. ومع السلامة.